نيجي بقى للأعراض المصاحبة للمرض، وهنلاحظ إن الأعراض في مريض السكر من النوع الأول تعتبر هي نفس الأعراض في مريض السكر من النوع التاني باختلافات بسيطة. يعني بيحصل في الاتنين كثرة في التبول ودخول الحمام كذا مرة، الإحساس بالعطش ونشفان الريق، ونتيجة لده بيشربوا مية كتير، كمان الإحساس الدائم بالجوع، والإحساس بالتعب والإرهاق خلال اليوم، ومشاكل في الرؤية زي زغللة في العين مثلا، وطبعا الجروح والقرح ما بتخفش بسهولة وبتحتاج وقت، وممكن تلاقي دايما جفاف في الجلد، بالإضافة إلى إنهم بيحصل لهم إصابة بالعدوى أكتر من الإنسان الطبيعي بسبب ضعف المناعة عندهم. والأعراض دي بتكون أشد عند مريض السكر من النوع الأول. وفي حاجة إضافية كمان، إن مريض السكر من النوع الأول بيحصل له حاجة اسمها DKA، اللي هي الدايابتيك كيتو أسيدوزس أو الغيبوبة الكيتونية.